فكرة كتير حلوة للأطفال رح تشجعهم كتير إنهم ياكلوا. الرسم جوا العجين إشي كتير صعب وخصوصا إنه ما في قالب، فهي كانت معي التجربة رقم 4 من المحاولات. فمهما نرسم صح بشكل العجين ونتقنها ونثبت الشكل، لما تفوت الخبزة على الفرن رح يتغير شكلها شوي معانا بسبب توزيع الحرارة. وأنا سميتها إيموجي توست، طعمها بجنن مثل اللي بنشتريها من المخبز، بس الفرق إحنا رسمين جواتها، بتقدروا تعملوها بدون رسمة كمان بتطلع معاكم مزبوطة. مقادير العجين رح تلاقوها مكتوبة والطريقة واضحة قدامكم، بس في ملاحظات كتير ضرورية أحكي لكم إياها. ممنوع نستعمل بخبز التوست أي شيء يكون بارد، يعني ضروري إنه الزبدة تكون دافية معانا وسايحة، وكمان الحليب يكون دافي، والبيض بدنا نستعمل منها حبة تكون بدرجة حرارة المطبخ. والطحين ما بينفع إنه يكون متعدد الاستعمالات، يا إما بيكون طحين الخبز أو طحين البيتزا، المهم يكون درجة البروتين عالية. بقلب الحليب مع الخميرة مع السكر بتركهم يرتاحوا 10 دقائق، برجع عليهم بضيف حبة من البيض وبضيف الزبدة اللي سيحناها، بعدين ببلش أضيف الطحين بالتدريج، وما ننسى كمان نحط الملح على الطحين. ومجرد ما تتمسك معي العجين بريحها مكان 10 دقائق، لما أرجع عليها باخذ تلتها لحتى أصبغها باللون الأسود والباقي باللون الأصفر. عادة الأصفر بتلاقوه جاهز موجود اللي احنا بنعرفه صبغة الأكل، أما بالنسبة للون الأسود بخلط مقادير متساوية من الأحمر والأصفر والأزرق بيعطينا أسود. بضل أعجن لحتى العجين تتشرب بالألوان، بس إذا عندكم ماشين وبتساعدكم بكون أسهل، لأن أخذت معي وقت كتير طويل صراحة لحتى اندمجت. بالنسبة للون الأسود أنا احتاجته مرتين. وصبغات الأكل أنا ما حطيتها مباشرة، سيحت مكعبين من الزبدة وبعدين استعملتها. قوام هاي العجين متماسك ما بلزق بالإيد، بريحهم بتركهم لحتى يتخمروا. ببلش أجهز القالب، بدهنه بالزبدة، بحط على الحواف ورق الزبدة، أما القاعدة رح أخليها للآخر لأني رح أنقل فيها العجين كمان عشان تساعدني بحجم الخبز اللي بدنا نعملها. بعد ما اختمرت العجين بطلع الهواء منها وببلش بالعجين السوداء. بدي اخذ كميات متساويه، اخذت 100 جرام في 100 جرام لحتى نشكل العيون، رح اعملهم على شكل اسطوانات. والملاحظه المهمه اللي بدي احكيها، مدوها ورققوها على قد ما بتقدروا، لانه حجم الاسطوانه اللي رح تشوفوها هلا رح تصير الضعف مجرد ما تنخبز. وباخذ جزء من العجينه الصفراء وبمدها على سماكه اقل من 1 سنتي، وباخذها على قياس ورقه الزبده اللي تركناها لحتى ننقل فيها الخبز. وبمد الاسطوانات السود على جوانب القطعه الصفراء اللي اخذناها من الجهه الطويله مش من الجهه القصيره، انتبهوا. وببلش الف واضغط بنفس الوقت واعد كم لفه انا لفيت من الصفرة لحتى تكون العيون جنب بعض. وكمان ما تنسوا انكم تثبتوا الاسطوانات يمين وشمال مثل ما شفتوني مثبته، يعني لازم تشدوهم قبل ما تلفوهم. لما اخلص لف بحاول اسكر العجين من فوق لحتى نضغط الهواء فيها، وبقطع باي خيط عندي. هيك العيون صارت جاهزه، وشفتوا كيف في توازن ما بين شكل العيون التنتين. بغطيها وبتركها ترتاح على جنب، وبعمل شكل الابتسامه على ورق الزبده. بفرد كمان قطعه من السودا وبرقها يعني اقل من نص سنتي، وبحط الاسطوانات تبعت العيون قدامي وبقيس عليهم الابتسامه. ضروري انه الابتسامه تشمل العيون التنتين، فاخذتها سنتي يمين زياده وسنتي شمال زياده. وبمد القطعه الصفراء بسماكه 1 سنتي تقريبا، وباخذ طولها من ورقه الزبده اللي تركناها للنهايه بقياس 1.5 بالطول. واول شيء بعمله بحط اسطوانه العيون وبلف لفتين، وبكل لفه بحاول اني اضغط واثبت الشكل، وبعدين برمي عليها الابتسامه اللي هي القطعه السوداء اللي احنا عملناها بتوازي فوق العيون. وضروري انه يكون في امتداد للعجين، وحتى لو كنتوا عارفين رح تخلص معاكم اللفه ما بعد الابتسامه السوداء مو مشكله، اعملوا زيي واتركوا قطعه على جنب لحتى ننظم شكلها الخارجي. هون مديت اخر قطعه ورميتها رمي فوق الخبزه اللي عملناها وسكرتها من تحت. واخر طبقه راح تحطوها اضغطوها من تحت كتير منيح. انا سكرتها بس ما ضغطتها، عشان هيك هذا السبب اللي خلاها تفتح معي عند الخبز. ونقلت الخبزه جوا القالب بقطعه الزبده اللي احنا قصيناها من البدايه، تركتها لحتى تختمر ويتضاعف حجمها، بعدين نقلتها على الفرن بدون ما ندهن وجهها لا بحليب ولا بيض ولا باي شيء، وحطيتها بالرف الوسطاني في البدايه على درجه حراره 200، بعدين نزلت درجه الحراره 180. راح تلاقوني كاتبه كل شيء. لما طلعت معي صارت لونها ذهبي، هاي واحده من علامات نجاحها. بطلعها من الفرن بدهنها بالزبده وبغطي عليها بتركها تبرد، وبفضل تقطعوها ثاني يوم. كانت تجربه حلوه، كنت كثير مبسوطه في الشغل فيها، وخصوصا لو ساعدوكم الاطفال، فاحلى سمايلي فيس لاحلى اطفال بحياتنا بكفي نشوف ابتسامتهم. وشاركوني تجاربكم على حسابي الجديد في الانستغرام اللي عملته عشانكم وبناء على طلبكم.